عليكم ورحمة الله وبركاته. بنية طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 53 و54 و55 من كتاب جيم الأضواء إنجليزي سنة 5. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. هنا بيقول لك complete the sentence يعني كمل الجمل. بيديك بعض الصور وبيقول لك كمل الجمل. بيقول لك هنا the نقط is important to people، ايه اللي بيكون مهم للناس and animals والحيوانات. هو جايب لك الصورة اهوت، والصورة دي بتدل على نهر النيل، هتقول له نايل ريفر. خلاص، يبقى the Nile river is important to people and animal. رقم 2 small fish السمك الصغير eat water weeds، طبعا دي أعشاب بحرية اهي بتكون في البحر، هتقول له يبقى small fish eat water weeds. طيب lizard اللي هي السحالي eat insects، السحالي اهي يا شباب بتاكل ايه؟ بتاكل الحشرات to get energy عشان تحصل على الطاقة. رقم 4 crocodiles التماسيح are dangerous بتكون خطيرة and scary ومخيفة. crocodiles التماسيح eat birds بتاكل الطيور and large animal والحيوانات الكبيرة. طيب هنا بيقولك look at the words in bold، يعني هنا بص لي الكلمات ووصلها. طبعا عندي crown هنا اول حاجه crown tag، دي اول حاجه هتقول هتوصلها بالاف. عندك care for يعتني او يهتم تبقى ايه. shade الظل هتقول له دي. trunk الجذع بتاع الشجره هتقول له ايه. branch الفرع هتقول له سي. selfish اناني هتقول له بي. خلاص يا شباب. طيب هنا بيقول لك بقى ايه، رتب مكونات الكشري. طب تعال نشوف اول حاجه. اول حاجه هو اصلا حللها لك، قال لك ايه؟ cook rice in a pot and pasta، بيقول لك ضع اطبخ الارز والمكرونه في وعاء. زين بعد ذلك boil lentils وكمان ضيف العدس. طيب رقم 2 هتقول له ايه؟ هتقول له put the rice حط الرز in a bowl في وعاء and add the pasta وضيف المكرونه and lentils والعدس on top على القمه من فوق. رقم 3 هتقول له فراي، يعني حاول ان انت تقلي some chopped garlic، بعض من هتحط بعض التوم ان اويل في زيت and add tomato sauce وتحط صلصة الطماطم. دي رقم 4. طيب رقم 3 رقم 4 make crispy onion، يعني تعمل طبعا بصل مقرمش cut them into thin pieces وتقطعها شرايح رفيعة and fry them وتقليهم. دي رقم 4. رقم 5 هتقول له pour the red sauce، حط الصلصة الحمراء all over it كلها فوق and put the crispy onion on top، حط البصل المقرمش فوق. طب رقم 6 هتقول له edit spicy، حط التوابل سبايسي صوص الصوص الحار and at the end في النهاية. دي صفحة 52. صفحة 53 يلا يا شباب بيقول لك هنا listen and circle the correct answer from ABC or دي نص اسمها في نهاية الكتاب. بيقول لك the tree الشجرة مالها؟ بيقول لك هنا the tree gave Tom، أعطت توم إيه؟ هتقول له apples التفاح. توم traveled away، يعني بيقول لك توم سافر بعيدا and when he come لما هو رجع بقى the tree was weak كانت ضعيفة خلاص بقى، ما كانش في حد لا بيسقيها ولا بيديها مية ولا أي حاجة ولا بيهتم بيها. توم يعني توم عرف that he was selfish إن هو كان أناني. the tree grow الشجرة نمت strong again يعني بقوة مرة أخرى. طبعا هو بدأ إن هو يسقيها مية كل يوم فبدأ جذوعها تقوى. it shows the correct answer the king wears الملك بيرتدي a beautiful gold بيلبس إيه كده لونه ذهبي crown يعني تاج. طيب some animals بعض الحيوانات can survive يعني تستطيع ان هي تنجو in the desert في الصحراء without water بدون المية for days لمدة أيام. this ice cream هذا الايس كريم has a delicious flavor بيكون نكهته جميلة جدا. قال لك of chocolate and vanilla بالشوكولاتة والفانيلا. read and complete the text with the word in the box، اقرأ النص وكمل الكلمات بالكلمات اللي في البوكس. عندك crocodiles تماسيح، ايه كمان عندك lizards سحالي، رول اللي هو دور strong يعني قوي. The desert is hot and dry الصحراء بتكون حارة وجافة. but many animals لكن الكثير من الحيوانات live there بتعيش هناك. snakes often eat small snakes الثعابين often غالبا بتاكل small animals حيوانات صغننة زي ايه بقى؟ قالك rats، قالك زي الفئران or lizard والسحالي. camels الجمال live in desert بتعيش في الصحراء. too أيضا they eat plant to stay strong بتاكل نباتات عشان خاطر تكون قوية. lizard eat insects السحالي بتاكل الحشرات which gives them energy اللي بتدوم الطاقة. some animals بعض الحيوانات hide under rocks بتستخبى تحت الصخور. to stay cool عشان تبقى باردة during the day أثناء اليوم، طبعا الجو بيبقى حر في الصحراء فهم بيستخبوا تحت الصخور. each animal كل حيوان has an important بيكون ليه important role يعني دور مهم in the desert في الصحراء.
خلاص يا بطل، دي صفحة 53. تعالى بقى على صفحة 54. بعد قراءة النص بيقول لك هنا choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لك هنا توم gives the tree food or water، هتقول له rarely يعني نادرا لما كان بيدي للشجرة طعام أو أكل. طيب هنا بيقول لك توم realized أدرك he had been selfish، أدرك إن هو إيه؟ إن هو كان أناني. selfish يعني أناني، strong قوي، good جيد، بور يعني ضعيف. يبقى طبعا هنا selfish إن هو كان أناني. هنا بيقول لك answer the following question، جاوب على الأسئلة. why did Tom love the apple tree، ليه توم كان بيحب شجرة التفاح؟ تعال نشوف مع بعض في القطعة كده. رقم 3 رقم 3 تقول لك هنا توم who loved a big strong apple tree، توم اللي أحب شجرة التفاح القوية. he used it، وكان بيستخدمها to make crown عشان يعمل منها التاجات. eat apple، ويأكل التفاح. rest ويستريح on its shade، ويستريح منها في الظل. and climb with friends، ويتسلق عليها طبعا مع أصدقائه. دي إجابة السؤال السادس. طيب السؤال الرابع بيقول لك هنا how did Tom start to care، ازاي توم بدأ ان هو يعتني for the tree بالشجرة. تعال نشوف مع بعض رقم 4. he started، هو بدأ to care for the tree، بدأ ان هو يعتني بالشجرة. watering and protect it، بدأ ان هو يسقيها وكمان يهتم بيها. خلاص دي صفحة، دي رقم 4. طب السؤال الخامس قال لك هنا what did Tom learn in the end، توم اتعلم ايه في النهاية؟ طب تعال نشوف كده مع بعض. رقم 5 اتعلم ايه؟ قال لك هنا توم learned that caring means giving back، يعني الاعتناء انك تاخد وتدي. خلاص هي انت لو اعتنيت بالشجرة هي تديك ثمار. دي صفحة، دي كده اجابة السؤال الخامس. طيب هنا في الترتيب يا بطل تعالى كده نشوف مع بعض. هتقول كشري is a traditional food Egyptian food، يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكشري ديت وصفة مصرية تقليدية. رقم 2 هتقول له desert animal، حيوانات الصحاري. rarely نادرا، find food ان هي تجد طعام. هنا read and write the correct from the word between brackets، صحح الكلمات اللي بين الأقواس. هتقول له she never goes swimming، هي نادرا never يعني هي ابدا ما بتروحش السباحه. she hates swimming، هي بتكره طبعا السباحه. I am usually، طبعا عندك ظرف تكرار والفعل، هتقوم جاي عامل عمليه تبديل مقص، تحط الام الاول واليوجوال وراه. يبقى I am usually worried، انا عاده بكون قلقان. في البنكتويت هتحط هنا السي كابيتال بتاعت الكاملز وتحط نقطه، وهنا هتحط الدبليو كابيتال وتحط كوتشن مارك عشان ده سؤال. هنا بيقول لك اكتب باراجراف من 30 ل 40 كلمه عن ماي فيفورت ايجيبشن فود، عن طعامك المصري المفضل. طب تعال نشوف مع بعض هنكتب ايه. قال لك استخدم كلمه كشري ولينتلز العدس وسبايس اللي هي التوابل. هتقول له ماي فيفورت ايجيبشن فود از كشري، الطعام المفضل المصري عندي بيكون الكشري. كشري has many ingredients، يعني الكشري فيه مكونات كتيرة like lentils زي العدس، رايس، الأرز and pasta والمكرونة. we can put red sauce، نستطيع ان احنا نحط الصوص الأحمر on it عليه. people like كشري، الناس بتحب الكشري because it's cheap and easy to make، انه سهل ورخيص ان انت تعمله، رخيص وكمان سهل ان انت تنفذه وتطبخه. بكده حبايبي نكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش يا ابطال اللايك الجميل والاشتراك في القناة. حطوا لنا لايك للفيديو، عندك كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر اضغط عليها، وكده تكون اشتركت يا بطل في القناة. وكون متشكرة جدا ليكم، بحبكم جدا جدا والله، بحبكم قوي. ربنا ينجحكم جميعا يا رب. شاركوا بقى الفيديو مع اصحابكم، ولو عايزين اي حاجة اكتبوا لي برضو في التعليقات. بالتوفيق والنجاح يا رب، مع السلامة.